انا نسيت شفت شيء كتير أوي. الاهلي بطل بطولة اسيا وافريقيا والمحيط الهادي، والاهلي بطل واول بطل لبطولة تحت مظلة الفيفا، بطولة عالمية مش محلية ولا عربية ولا ودية. الاهلي اول بطل عربي وافريقي ومصري ياخد بطولة تحت مظلة الفيفا وتحت رعاية الفيفا وبطولة عالمية. عندي بس حد انا على طول بطلع اقول عيوب 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 عيوب، بس اعتقد حد يعني هو هيطلع يتكلم على العيب ده وهيطلع يقول العيب، واحب جدا انه يكون معايا بالفيديو، واحب جدا واحترمه واقدره جدا. فخش يا كابتن والله اقول العيب. صراحه انا زهقت بقى. كل اسبوع بطوله، مش معقول يا جماعه كده. احنا كل يوم كل اسبوع 6 ايام ناخد بطوله ولا ايه؟ على حساب الترجي وعلى حساب النادي الاهلي. لا لا لا، ده كده كتير قوي قوي قوي. لا لا، ده انتوا مفتريين قوي بقى. لا 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 لا. اه والله يا كابتن، والله مش عارفين نحط بكميه البطولات، يعني كل 3 ايام بطوله كده، كل 3 ايام بطوله. يعني هنتكلم عن ماتش بقى الاهلي، هنتكلم عن ماتش العين، هنتكلم عن الجماهير اللي عملته، اذا كانت الجماهير المصريه في الاستاد ولا حتى جماهير العين. حتى بس كوبايه الشاي كده وتعالي لي بسرعه عشان في ملحمه هنتكلم عنها النهارده. بس شمشير ولاجوس قبل القناه فعل زي جديد. ازيد ماجد ودي منتدى وجايين نتكلم على مزاج قوي في ماتش الاهلي. يلا نخش في الحلقه. نخش بقى في الحلقه عشان في يعني على طول بطلع اقول عيوب عيوب عيوب. المره دي مفيش عيب الا عيب واحد بس، يعني اللي انا بنكسب كل يوم بطوله وانا زهقت. يا معلم انا بقيت بحتفل اكتر ما بحتفل باي حاجه في الدنيا. بطولتين في اسبوع، يعني لسه واخد بطوله بتاعت الزمالك في نهائي السوبر المصري، هوب بعد كده قمت جاي داخل في بطوله العين. بعد كده ايه يا معلم، هات لي ريال مدريد دلوقتي، يعني انت لسه هتستنوا؟ هات لي ريال مدريد عشان بس في حوار ما بيننا كده كان مع فينيسيوس وعبد المنعم، فانا عايز اخلصه. طيب انا بطلع اقول له عيوب كتير، بس فعلا العيوب دي اتصلحت كلها. اتصلحت من حيث ايه؟ حيث اهدار الفرص، انك كنت بتهدر كميه فرص. في الماتش ده ما هدرتش كتير، هدرت، مش هقول لك ما هدرتش، بس هدرت بنسب قليله قوي. هدرت بنسب لا تذكر حرفيا. انت ماتش الزمالك اهدرت اضعاف الاضعاف. ماتش الزمالك اذا كان ده ولا ده، ماتش سيراميكا اهدرت اكتر بكتير. فيا معلم انت قللت كميه الفرص اللي بتهدرها. عيب زي وسام بن علي، انت يا معلم شفت ان في فرق كواليتي عامل ابجريد من هنا للصبح. فانت شايف يعني يا معلم اللمسه اللي بتاعت الجون الاول دي مش لاعب مصري يا معلم، ده مش لاعب عموما انت كنت عندك في الاهلي. انت بقالك كتير قوي ما دخلكش الكواليتي بتاع حته يا معلم. انت اللمسه اي لاعب في العموم هيقوم جاي شايط بديهيات يعني. فانت يا معلم الكواليتي دي كنت بتفتقدها كتير قوي في الاهلي، واما جالك السيزون اللي فات في نص موسم بس هتلاقي هداف الدوري. فده الفرق يا معلم. هو وسام بن علي مع احترامي لاي حد في الدوري، هو وسام بن علي باي فار مع اي حد تحته كسترايكر. لا يا معلم، هو في فرق كبير قوي بين اي لعيب انت كنت بتجيبه قبل كده في الاهلي واي لاعب موجود في الدوري عموما. فاعتقد ان وسام بن علي تسلم اللي جابه او تسلم اللي بص عليه يا معلم. سترايكر من طراز محترم بيلعب في الاهلي، وده مش شفناهوش قبل كده بكتير. تاني لاعب بقى، او انا عندي 3 لعيبه كده حابب اشكرهم، يعني 3 4 لعيبه كده حابب اشكرهم. اولهم وسام. تاني لاعب هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم انا عارف وانت عارف ان هو مش احسن يعني سيرد باك في مصر. سنتر باك يا معلم ياسر ابراهيم مش محطوط في التوب، او انا عارف وانت عارف اللي هو مش اجمد سنتر باك في العالم، بس هو رجوله يا معلم. هو هيديني ال100% بتاعته. هو شغال يا معلم. والسيزون ده بالذات يا معلم من 3 مواسم بالظبط كنا بنلعب مين؟ احنا كنا بنلعب اي حد على ياسر ابراهيم. اي حد كان معدي في الاهلي كان بيلعب على ياسر ابراهيم. محمد هاني كان ساعات بيلعب على ياسر ابراهيم سنتر باك عشان ياسر ابراهيم ما بيلعبش. فانك تعمل يا معلم ابجريد لنفسك، فاعتقد شابوه جدا لياسر ابراهيم، وشابوه جدا للماتش اللي عمله ياسر ابراهيم قدام العين. تالت لاعب هو يحيى عطية الله، اللي احنا على طول كنا بنتكلم عليه ان هو لاعب وحش. اعتقد يا معلم والله ان ماشي، ولحد دلوقتي ما وصلش عليه معلول ومحدش هيوصل لعلي معلول، وقلناها في ريلز قبل كده ان مفيش حد هيوصل لليفل علي معلول. يعني انت يا معلم علي معلول بالتصريحات اللي قالت ان علي معلول ماشي. فاعتقد ان يحيى عطية الله هو اللي هيلعب مكانه اساسي. في هديته الله ان عمل فوق نفسه بسرعه وما موتش نفسه بعد كان ممكن يموت عادي في ماتش الزمالك في السوبر الافريقي. فاعتقد شابوه قوي اللي هديته الله. وتالت لاعب او رابع لاعب هو معلم كوكا. محدش حس بيه، بس بجد بجد كوكا
حسسني كده بحمدي فتحي، والله مع احترامي لحمدي فتحي. ولسه كوكا يا معلم اول ماتشاته وما وصلش حتى لربع الاداء او البيك بتاع حمدي فتحي، بس بجد يعني من اللعيبه القليله قوي اللي شفتها مكان حمدي فتحي يا معلم. كوكا انا بحبه جدا. كوكا مش لعيب اللي بيطلع ياخد لقطه ولا لعيب اللي بيعمل شو، فبجد كوكا يعني تسلم يا معلم. وشفت الجون يا معلم ان امام عاشور جابه من نص فرصه. الاهلي كله كان ممتع، الاهلي كله كان روعه، الاهلي كله كان يستحق فعلا انه يكسب الماتش. الاهلي كله كان عنده حماس، الاهلي كله فاق بنسبه كبيره في الماتش. الاهلي كله العيوب اللي حصلت في الماتشات اللي فاتت كلها، الاهلي من بعد ما وقع في ماتش الزمالك بتاع السوبر الافريقي هو اعتقد ان كلهم رجعوا. طاهر محمد طاهر اللي حرفيا المفروض ياخد كلمه اشاده. طاهر محمد طاهر بعد ماتش او بعد سيزون أو مواسم كتير قوي طاهر سيء، طاهر ما جاش. طاهر من ساعه ما جه مقاولين حرفيا يعني حاجاته كلها تذكر على ايد، ما حدش فاكر له حاجه غير مثلا جون الرجاء اللي انت جبته في السوبر الافريقي. حاجات قليله قوي اللي طاهر عملها، بس بجد بجد طاهر من ساعه ماتش سيراميكا وهو يا معلم اون فاير. طاهر حلو قوي، طاهر مبيك او مفير، طاهر جامد قوي ان هو بيلعب يا معلم في. انت شايف طاهر كان بيلعب فين او طاهر كان سيء ازاي في الماتشات اللي فاتت. طاهر بجد السيزون ده او من ساعه ماتش سيراميكا هو البيك بتاعه فوق فوق، هو البيك بتاعه عالي قوي. فطاهر بجد من اللعيبه اتحط معانا في القائمات الحلوه قوي. امام يعني هو اداني 30 دقيقه حلوه، فما اعتقدش ان ده امام، وما اعتقدش ان هو لسه هيرجع ولسه هيفوق اكتر، بس ما اعتقدش ان امام هو ده البيك بتاعه، لان شفنا البيك بتاعه اكبر بكتير مع الزمالك. سيب بقى حته لعيبه ونروح لحتتين اللي انا هموت واتكلم عليهم اصلا. حته الجمهور يا معلم، هنتكلم الاول على جمهور العين عشان الجمهور الاهلي ده هنتكلم في حته لوحده. حته جمهور العين يا معلم انت ما بتحرمش كجمهور، والله اي جمهور بيبقى الاهلي انت ما بتحرمش يا معلم. يعني احنا شفنا جمهور الاتحاد وانت يا معلم اسال، طيب اسال، يعني شفنا جمهور الاتحاد، جمهور الهلال، ج- جمهور الدحيل يا معلم. انت كميه جماهير طلعت قبل الماتشات قالت لك يا معلم انا هنشيل الاهلي، الاهلي هنوديه في حته ما حدش شافها. لا والحوار انك الجماهير دي كانت بتلعب على ارضها. يعني ماتش الهلال كان في السعوديه، ماتش الاتحاد كان في السعوديه، ماتش الدحيل كان في قطر. الجماهير دي بتتكلم عشان هي بتلعب على ارضها. انما انت بتلعب في مصر وسط الاستاد كله مملي، فيطلع المحلل قبل الماتش يقول لك يا معلم والله هيجي لكم فرقه الاماراتيه وتعرفوا قيمتها، واعتقد الاهلي هيشيل 3 ولا 4 باقل حاجه. يا ما انتوا يا جدعان بتقولوا ايه؟ والجماهير تطلع تقول لك اللي هنكسب الاهلي وسهوله قوي يا معلم سهوله مين؟ سهوله مين بس؟ سهوله مين؟ انت ما سالتش اللي فات، ما سالتش اللي قبلك، ما سالتش اللي قبلك، ما سالتش الاهلي، ما سالتش عن الاهلي، ما سالتش قبليها جماهير الاتحاد والهلال والدحيل، جماهير اي فرقه عربيه يا معلم. انت عارف انت بتقابل مين؟ الهلال اللي منيم يعني اسيا كلها حرفيا، واي فرقه بتلعب قدام الهلال بتنام على وش حرفيا بيطلع عينها. لا يا معلم هو جه قدام الاهلي كان الاهلي دانه في كوره، كان الاهلي مسكه كالو علقه في السعوديه. ما فيش يا معلم، ما فيش الكلام ده. فبجد ما فيش جمهور يطلع قدام الاهلي ويتحداه، لان عندنا لعيبه رجاله يا معلم. سيبك بقى من الليله اللي حصلت دي، عندنا لعيبه بتنزل تموت نفسها لو انت جيت وقفت قدامها وعملتها تحدي. نروح بقى لحته جمهور الاهلي المصري في الماتش. انا اتبسطت والله، اتبسطت جدا، وقليل قوي اما بتبسط في حاجه في الكوره المصريه، قليل قوي. انا بشوف يعني انا حضرت كميه ماتشات وبشوف ازاي يا معلم الجمهور حرفيا بيعاني عشان يخش الاستاد. فانك تعاني عشان تخش الاستاد والاستاد يبقى كله مليان و90 دقيقة انت بتشجع، مقسم فعلا وقتك على 90 دقيقة ومقسم هتافك على 90 دقيقة. فبجد شابوه ليكوا، شابوه ليكوا قوي، شابوه ليكوا قوي قوي قوي. فيا معلم والله انتوا تعبتوا وتعبكوا وروحتوا فرحانين وروحتوا مبسوطين وروحتوا ما فيش حد منكم متضايق. فبجد شابوه للجمهور، كل الجمهور اللي جه الاستاد. ونروح بقى لاخر حته وحته الكوره. هو يا معلم الماتش صح، التكتيك صح، كل حاجه في الماتش حرفيا صح، بس بجد كان في حاجه بس، يعني حاجه بس اللي مضايقاني الصح. انت شفت خلاص يا معلم انا لعبت
يجي 120 دقيقه، فقبليهم 90 دقيقه في ظرف 3 4 ايام، وبعد كده سفريه جيت مصر لعبت. فانت شايف انت بادئ بنفس التشكيله اللي لعبت ماتش الزمالك، وده يحترم جدا لان اللعيبه كلها كانت حلوه في ماتش الزمالك، فانت بدات بنفس التشكيله. بس عندي مشكله هنا ان اللعيبه دي انت ما ريحتهاش. لعيب زي الشحات انا شايفه يا معلم مقصر شويه، فالمفروض اطلعه من بدري، ما استناش العين تمسك عليها ماتش في ارضي وسط جمهوري وتمسك كوره وتبدا. يعني انا شايف العين اصلا ما جاتش على الماتش، ما جاتش على الشناوي بجنيه غير بعد الدقيقه 70، بعد ما شفت فعلا اللعيبه بدات تنهك، بدات اللعيبه مش قادره تجري. فانا محتاج ان اللعيبه دي في اول ما اشوفها بدات تتعب، لان هم لاعبين 120 دقيقه، بعد كده راحوا رجعوا في سفريه، فالسفر ده لوحده متعب. فسفر قبلها 120 دقيقه وقبلها 90 دقيقه قدام سيراميكا، وسيراميكا فرقه حلوه قوي. فانت 3 ماتشات في ظرف اسبوع يا معلم، او في ظرف يا عم 10 ايام، في 3 ماتشات معناها ماتش كل 3 ايام، معناها انك في مسافر كمان في ال3 ايام دول. فاعتقد بجد والله انت كنت محتاج ده برضه تبتدي شويه، محتاج تطلع لعيبه زي الشحات مثلا، انت نزلته عمر كمال اللي كان افيد بكتير من الشحات، واللي يعني اما نزلته وهو اللعيبه بتاعت العين خلاص يا معلم وقعت. فاعتقد ان هم كان افيد بكتير، وتبتدك لو كان بدري شويه كنت عرفت تمسك الماتش، وعرفت بدل ما تنسحهم 3 تنسحهم اكتر يعني. بس يعني تمام، 3 حلو، 3 احنا مبسوطين، 3 احنا حلوين قوي. وده كان كلامي عن ماتش الاهلي والعين. بس قبل ما شمشيه ولاكس كلام في حلقه جديد، ازيد ماجد ودي منتدى ودي كوبايه الشاي. سلام.